مساء الخير، مساء الورد، مساء السعادة. هنعمل مقلوبة يا جماعة. قطعت بتنجان حلقات بالطول اللي انتوا عايزينه، يعني تعملوه كده او حلقات اللي انتوا عايزينه. برش عليه ملح واسيبه شوية وبعدين ابدأ اقلي فيه. هنا يا جماعة لحمة مفرومة، حطيت معاها بهار عثماني، حطيت معاها فلفل اسود وكمون وكزبرة. هعملها تعصيجة زي بتاعة البشاميل كده، بس هعملها من غير بصل. هعملها للمقلوبة بإذن الله. كده كله استوى النشف دهيت واستوت اللحمة، اركنها على جنب. هقلب يا جماعة مع البتنجان كوسة، قرنبيط، زهرة، أي نوع خضار انتوا عايزين تحطوه في المقلوبة حطوه عادي اللي انتوا حابين. ده المتوفر عندي فأنا حطيت ده النهاردة. اللهم بارك. لقيت بتنجان، زهرة وبروكلي، كوسة وبطاطس. تبارك الرحمن. يا حبيبي حطيت الحلة وحطيت فيها شوية زيت خفيف وحطيت بصلة لقعر الحلة. تمام. وهرص البتنجان، رصي على كيفك كده على الحرف في قعر الحلة زي ما انت عايزة. كده اول طبقة يا جماعة. بقية الخضار برضو رصوه زي ما انتوا عايزين. عايزين تحطوا عشوائي حطوا، عايزين ترصوه رص حطوا، المهم الطبقة الاولانية بس. خلصت رص الخضار كله. هحط اللحمة المفرومة اللي انا عملتها ووزعها. ممكن نحط لحمة قطع، ممكن نحط فراخ، ممكن نحط صدور فراخ، اللي انتوا عايزينه كله ينفع. ممكن خضرة بس بدون اي لحوم ينفع. الرز غسلته ونقعته 10 دقايق، ممكن ننقعه ربع ساعة، ممكن تنقعيه نص ساعة برضو زي ما انت عايزة، مفيش مشكلة. انا مش هملح يا جماعة. ليه؟ لان انا مملحة البتنجان، وهضيف المرة دي شوربة، يعني شوربة لحمة كانت عندي من امبارح. لو ما عنديش شوربة ما فيهاش بهارات، حتى بهارات مش هحط، يعني البهارات مش هحط، اكتفي بالبهارات بتاعه الشوربه. ظبطت الملح بتاعها وبس، خلاص على كده اهي. تمام كده.